بص، احنا في المنظر اللي قدامنا ده او في اللوحه اللي قدامنا ده عندنا رسمه. الرسمه دي فنيا لها رمزيات. انا عندي هنا منظر القلعه اهو، ده الجامع ده محمد علي طالع، وده منظر القلعه وراه، وواقف عليه ابراهيم باشا اللي هو قائد الجيوش على الحصان، واقف مشاور ده اللي بايده، في وسط البلد، اللي هو واقف اللي هو في قدام الاوبرا، واقف يشاور بايده على ايه؟ على اي عدو المصري يفكر يقرب هيهلكه وهيدمره. طب هو واقف هنا، ايه اللي يعرفني ان هو مهلك لاي عدو؟ لانه منتصر. عندي السلالم اللي موجوده دي هي سلالم الانتصار، فهو واقف هنا منتصر حامي القلعه اللي هو مقر الحكم. خلي بالك من حاجه، انا مهما كنت اخدت مصر كلها طالما ما استوليتش على مقر الحكم او على العاصمه، انا كده مصر ما وقعتش تحت ايديا. لكن لو اخدت العاصمه وما فتحتش اي بلد تانية، انا كده اخدت مقر الحكم واخدت العاصمه واخدت مصر كلها طالما انا اخدتها. فهو هنا بيقول انا حامي القلعه مهلك الاعداء منتصر عن من يفكر ان يقترب الى مصر. ده رمزيه المنظر اللي قدامي. طيب مصر في عهده كان شكلها ايه؟ اللي هو عهد ولي مصر محمد علي باشا، كان كلها رخاء ونعيم. عرفت منين؟ من شكل السنابل اللي موجوده قدامي بتدل على ايه؟ او الذهب اللي موجود قدامي على ايد القمح او سنابل القمح بتدل على ايه؟ او السنابل الورديه الزخرفيه اللي موجوده قدامي النباتيه دي بتدل على ايه؟ بتدل على الرخاء وعلى التطور وعلى الخير اللي موجود في ارض مصر. فمصر في عهده كلها خير. طيب نيجي نبص على المنظر الثاني اللي قدامي. المنظر اللي قدامي هم جنود مماليك او مماليك سيوف. انا واضح قدامي سيف ودرع، واضح قدامي الناس بتشاور. السيوف دي والمماليك دول او الجنود اللي موجوده هي من عهد محمد علي باشا او من قبله. كل الجنود اللي موجوده على ارض مصر بتشاور على مين؟ على المخلص المنقذ الذي يحمي مصر، ابراهيم باشا ابن محمد علي باشا حامي مصر اللي في عهدهم هي عايشه في رخاء. طيب وجنود حرب 6 اكتوبر اللي موجوده الرسمه بتاعتهم تحت، العبور بتاعهم، العبور والنجاح ده بيدل عندي ان مصر دايما منتصره مملكه لكل الاعداء اللي بيفكروا ان هم يغتصبوا او يقربوا من ارض مصر. ده شكل المنظر اللي موجود قدامي. ابراهيم دي كانت نحاس قبل كده صح؟ لا لا لا، دي طول عمرها كده. بيبقى فل او فاكر 5 سياحه اللي كان بيجي زمان؟ فاكره 5 سياحه مازال بيجي لحد النهارده على القناه الاولى الساعه 2 تقريبا او الساعه 5. لا انا بطلت اشوف، كان بيجي الساعه 5. كانوا مره اتكلموا على ان دي كانت نحاس معموله بشكل كان فيها حاجات زي اهانات اللي هو يعني كانوا حاطين شويه مماليك تحت كده راسين عليهم رجليهم شويه يهود. لا اللي مروا على مصر ما حضرتهاش، بس ممكن تكون كده، بس ما شفتهاش بصراحه في اي حاجه من الحاجات دي. ممكن بس انا حقيقي ما شفتهاش. بس هو هنا دي الرمزيه كلها، والبتاع ده بيكون فل كده زي ما انت شايف. هي دي رمزيه الرسمه، هي دي ميزه الفن.